اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل الكنافة النابلسية او الكنافة بالجبنة باسهل طريقة، والمقادير مكتوبة في اخر الفيديو. اول حاجة هنجيب الكنافة ونقطعها صغير بالشكل ده. هنبتدي نقطعها بايدينا بالشكل ده، وبعد كده هنحطها على النار ومعاها الزبدة على نار طبعا هادية، ونقلبها بس حوالي دقيقتين لثلاث دقايق بالكتير، مش هنقلبها كتير عشان ما تنشفش. وبعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا، نحط فيها الكنافة ونبتدي نضغط عليها بإيدينا بالشكل ده. وطبعا كمية الكنافة قسمناها اتنين، نص فوق ونص تحت، وهنبتدي نضغط عليها بالشكل ده عشان كلها تمسك في بعض. وبعد كده هنجيب الجبنة ونحطها على الكنافة. طبعا الجبنة كريمي أو جبنة موتزاريلا مش مملحة هنحطها عليها، وممكن نضيف أي مكسرات أو فستق زي ما احنا نحب. وبعد كده هنحط الجزء التاني من الكنافة من فوق، وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 ل200 لمدة ربع ساعة تلت ساعة لغاية ما تحمر معانا وتبقى بالشكل ده. وهي سخنة أول ما بتطلع من الفرن هنبتدي نسقيها بالشربات. وطريقة عمل الشربات التقيل الحلويات هتلاقوه في رابط أسفل الفيديو ده. وطريقة برضو عمل المكسرات للي يحب مش عايز فستق هتلاقوها برضو في رابط أسفل الفيديو ده. وهي بتكون جميلة جدا وأفضل من الجاهزة بتاعة المحلات. أتمنى حضراتكم تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.